صباح الخير يا اخطر معرفه. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا يا استاذ فؤاد، اهلا يا راجل، اهلا. لسه فاكر الحكايه دي ولا ايه؟ ايه وحاجه تتنسي؟ ده كلام، دي اخطر اكله اكلتها في حياتي. ده انا كنت هبقى شهيد مائده حفيظه هانم لولا ستر ربنا ودعاء الوالدين. الحمد لله. الا من حق زي حماتك الكريمه دلوقتي. والله بصراحه هي تعبانه شويه يا استاذ شاكر. ايه تعبانه؟ لا لا لا، ده نزعل خالص. تعبانه بايه؟ ها؟ يكون شابوك هو اللي تعبها؟ لا 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 يا راجل، تعبانه بعقلها؟ لا لا لا، هي مريضه طريحه الفراش دلوقتي بقى لها 9 ايام. 9 ايام؟ 9 ايام. لا حول ولا قوه الا بالله. 9 ايام؟ 9 ايام. طب ما شافهاش دكاتره اطباء؟ لغايه النهارده شافها 3. 3؟ طب عرفوش عندها ايه؟ والله بيقولوا في عندها الكبد واشتباه في حصوه في المراره، وطلبوا طبعا اشعاعات وحاجات زي يا دي المراره، لا حول ولا قوه الا بالله. والله ست كريمه وطيبه. استاذ ممكن يعني بعد اذنك ازورها، يعني اطمن عليها ولا مش مسموح؟ لا ممكن، اتفضل يعني. انا شاكر جدا. اللي عايز يتمرن على ضرب الحقن يجي يتخرج من عندي، يغرز الابره 2 3 في جسمي، يبقى اشطر واحد في ضرب الحقن. اي شغلانه، اي شغلانه بيسترزقوا منها ضرابين الحقن. بقى انا اللي كنت في يوم من الايام حفيظه بسم الله، حرام والنبي ده حرام. طب بذمتك يا ماما حسيتي بالابره؟ لا ما حسيتش بيها، بس حسيت بالدواء اللي جوه الابره، دخل في جسمي زي الفحمه المولعه. يا عيني. انا جعانه افتانه، جعانه. من عيني يا حفيظه، يعني ما اجيب لك ايه؟ طبق فول وعليه ليمون. عينيا. 4 بيضات. من عيني. طعمين. يخليك. اجيب لك 10 وشطه وفلفل وكله. ايه يا عمي اللي بيقوله ده؟ ايه؟ انت زهقت من ماما ولا ايه؟ انا حد يزهق من روحه، حد يزهق من حياته، حد يزهق من نور عينه. امال ايه اللي بترصه ده يا عمي؟ بس ده اكل تاكله عيانه وتستنى على وش الدنيا. يا اختي ان شاء الله لما استنيت، انتوا هترعبونا من الموت لحد ما تخلونا نموت. اذا لم يكن بد من الموت فمن العرق اموت جعانه. شوفي بقى يا ماما، شوفي بقى، والله يا ماما والله لو كلتي حاجه غير اللي قالها الدكتور ما انا قاعده لك في مصر خالص، ولا هتعرفي طريقي فين. شفتي بقى؟ خلاص يا اختي ان شاء الله ما طفحت ولا عني طفحت. خليني كده اربوكه كده وفي قلب السرير لغايه ما تطلع روحي من قله الاكل. الساعه كام؟ الساعه 10 يا حفيظه. يا اختي مش هتروحي تزور اختك وتشوفي ولاد اختك؟ طب ما انا رحت لها امبارح يا ماما وشفت الولاد وقلت لك انهم كويسين قوي. ايوه يا بنتي، بس ولاد اختك دول عيال اطفال زي الخضار، وكل ساعه والتانيه بحال. ماما. نعم يا اخي. انت بتوزعيني؟ انا يا وزعي؟ ليه يا حبيبتي؟ ده عدوك اللي يتوزع. قوم يا اخويا هات لي هدوم الخروج. حاضر يا حفيظه. هاي حاضر. حاضر ايه يا ماما؟ هتعملي ايه؟ اروح اشوفهم انا يا اختي، ما دام بتقولي ان انا بوزعك هتوزع انا. لا يا ماما، زق عمي، خلي الهدوم عندك ما تجيبهاش. خلي الهدوم يا عمي. انا اللي هروح اشوف يا ستي. حاضر هروح. تعالي يا اختي. ماما. نعم. ورحمة ابويا لو كلتي حاجة غير اللي قالها الدكتور ما انا قاعدة لك في البيت. طيب يا اختي حاضر. اللي بتحلفني برحمة ابوها ما طلع شورك. هو بقى يهمني؟ هو انا بقيت اهوب ناحيته؟ الهي ما يتعرض الا على جهنم الحمراء عوكل ابن شلبيه. ما هو كل اللي جاري ده من تحت راسه. الله يهديكي. الحمد لله يا حفيظه هانم اللي عرفتي كل واحد على حقيقته. ربنا يخليك ليا يا اخويا. قال لي يا حسان. نعم. الساعه كام؟ الساعه 10 و5. طيب يا اخويا مش تروح تجيب لي دكتور؟ يا حفيظه هانم دول يبقوا 4 دكاتره في 10 ايام. ان شاء الله يكون 10 دكاتره في 3 ايام. يعني افضل معموله كده في قلب السرير، لا انا قادره اخرج ولا انا قادره اقوم، افضل مكسحه كده على طول. يا ستي كتر الدكاتره. لا بقول لك اعمل معروف،
انا عايزه دكتور واحد بس، دكتور يكون شاطر وفي ايده الشفاء. اعمل معروف. ولا انت زهقت مني يا اخويا؟ على راي منى. لا لا. انت زهقت مني ليه؟ وعملتها فرصه على الطبطاب. انا يا حفيظه هانم زهقت منك وعاملها فرصه. ليه بس؟ ما هو تحلفني اصدقك اشوف امورك استعجل. اثبت لي انك مش زهقان مني. عايزه كام دكتور؟ عايزه واحد بس بقول لك يكون على ايده الشفاء. خلاص حالا. طيب يا اخويا. عياني عياني. زكية. نعم يا ستي. هي لسه نعسة ما جاتش؟ لسه يا ستي ما جاتش. خرجت يا ستي ووصتني عليك وصية. قالت لك ايه؟ قالت لي لو كلتي حاجة أو شربتي حاجة لازم أقول لها عليها. وانت هتقولي لها يا زكية؟ طبعا يا ستي، هو احنا مستغنيين عن صحتك يا ستي؟ كل انت. صحيح ليكي حق. طب انا عايزة منك حاجة يا زكية. نعم يا ست اطلبي. عايزك ايه تروحي تشتري لي حاجة نفسي فيها قوي، وكان الدكاترة قايلين لي عليها بس ما حدش قدر يشتريها لي. اشتريها لك يا ستي. عايزاكي تشتري لي جوزة هند. جوزة هند؟ حاضر يا ستي، من عينيا حاضر. تعالي. نعم. خدي يا اختي. نعم. بس جوزة هند تكون نتاية. جوزة هند ايه؟ نتاية يا ستي. اهو كده. حاضر. خدي يا اختي ادي 100 قرش من عندي. حاضر يا ايه؟ ستي، حاضر. واوعي ترجعي الا بيها، فهمتي؟ حاضر يا ستي. يلا جوزة الهند نتاية. آه. حاضر جوزة الهند نتاية. حاضر جوزة الهند نتاية. يا لهوي، احسن تكون نحسه. يعني يا نحسه ما تجيش الا دلوقتي قبل زكيه ما تخرج. يا ريت. ألف بعد الشر يا خالتي. مين ألف بعد الشر. اخص عليك يا ناقص انت وامك. والله ما عرفت، أنا كنت عند أبي فؤاد وهو اللي قال لي. امك ما جاتش ليه؟ هو أنا لسه روحت عشان أمي تعرف. أما أنا يا ست بس يا واد بس. ايه عايز تقول ايه يا ابو لسان طويل؟ تعالى يا واد اما اقول لك. خليك جنب الباب. لما الجرس يضرب ولا حاجه خلي بالك، انا قاعده مكسحه اهو على السرير مش هقدر اقوم افتح. حاضر. اوعى تنام. لا. يا ليس الا. يعني نبيل. أيوة خالتي. والنبي يا اخويا انا عايزه اقول لك حاجه يا ابني. اتفضل. ما تعرفليش دكتور يكون شاطر. يا اخويا احسن الدكاتره كلهم اللي بيشوفوني هنا ما فيعوش معايا، وكل واحد يمنع عني الاكل. لما هفتانه يا ابني ما باكلش. أنا أعرف بقى دكتور شاطر جدا. إيه. أروح أكلمه في التليفون أخليه لا يحل. تعالى تليفون ايه؟ هو التليفون ينفع يا ابني؟ ده انت تروح له وتستناه، لو ما لقيتوش في العياده تستنى ان شاء الله ساعه ولا 2 وتجيبوا رجلك على رجله جري. خلاص يا ستي. النبي. عن إذنك يا خالتي. طيب يا حبيبي. طيب. عيالي. ليه جرالك ايه يا ناعسه؟ ايه اللي عطالك؟ هو انت لازم تمشي على قشر بيت؟ ما طلعوش تلفزيونات ليه يا اخواتي علشان الناس تشوف الناس اللي رايحه واللي جايه؟ كنت اقل له اعرف ناعسه فين دلوقتي. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله هنا يا وبركاته. عبدو. الست هانت في اوضتها لوحدها. ايه يا كبدي يا اختي، دي تلاقيها مستنيانا على الهريب من النار. تعالي يا ناعسه، جبت لك الحقيني يا ناعسه. انت مش راضيه تساعديني ليه يا اختي؟ جبت لك ما تشتري. روحي ساخت وبلفك عمر رجليا من قله الاكل. خدي يا اختي خدي. ادي ايه؟ فتة كوارع بالخل والثوم وفيها جوزين كوارع. طيب وادي يا اختي ايه؟ كرشه ضاني انما معتبره. وده بقى فضل خيرك الحلو. طبق بسبوسه محشي بالمكسرات وفيه قشطه فلاح انما معتبره. ما عدمكيش ما عدمكيش يا ناعسه يا ناعسه انا عايزه الطاغر. قولي لي بقى اعمل فيكي ايه؟ اكلك الهطك افضل نازله فيكي بوس لما ما اخليش فيكي حته تتباس. قولي لي بقى اكل الكارع قبله ولا امسح المعده بمعلقتين 3 فته ولما تسخن المعده اروح لطه الكارع. تعالى يا حبيبي تعالى. يعني النصيب عليا.